مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض البط من اول محلول النقع اللي بيخليه البط طري وجميل، وهنعمل مع بعض الرقاق الناشف ونعمل ملوخية، بس مش هصورها معاكم عشان عملتها قبل كده كتير. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة، ومكون واحد في الرقاق هيخليه مورق وطبقات جميلة. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. زي ما انت شايفة هنعمل مع بعض البط، هنعمله مع بعض بكل سهولة. طبعا اهم حاجة في البط دوت محلول النقع. فهنعمل مع بعض محلول النقع. اول حاجة جيبي طبق كبير او حلة او اي حاجة، وهبتدي احط 3 معالق سكر، 3 معالق ملح كبار، ومعلقتين سكر، واحط ربع كوباية خل، وليمون بقى زي ما انت عايزة، يعني بصي 3 4 زي ما انت عايزة ليمون، وتسيبي القشر فيه. الطيور اللي هي الفراخ البلدي او الطيور عامة او اي حاجة، اهم حاجة فيها محلول النقع. هو اللي بيوديها في حتة تانية خالص، او بيشيل الزفارة وبيطريها وبيطري اللحمة من جوه. اهم حاجة يكون طبق كبير زي كده اهو، ادوب الملح والسكر واحطها بالشكل دوت. وما ينفعش طبعا البط من غير رقاق. زي ما انت شايفه جبت بصلايه كده اهو، بصلتين كبار، وابتدي اقلب فيهم واضيف عليهم اللحمه المفرومه. عصاج عادي خالص بكل سهوله. مش لازم تحمروا البصله قوي، يا دوبك تصفر كده، واضيف اللحمه كميه اللحمه اللي انت عايزاها. وهنبتدي نعمل الفريك. معلقه سمنه كبيره، هو زيه زي الرز، بس هو طبعا بياخد ميه اقل من الرز، يعني الميه ما تغطوهوش خالص عشان يبقى مفلفل معاكي. واهو البصله بتاعت العصاج انا عايزاها بالدرجه ديت. هبتدي اضيف اللحمه، واول ما يتحمر معايا كده اهوت ابتدي اضيف الميه. اضيف الميه تبقى قد ايه اهي؟ الميه تبقى كده اهو، ما تتعداش كده اهو. اغطيها ونرجع مع بعض نشوف هتبقى ايه. واهو بعد ما حطيت الملح والفلفل وغطيت عليها بالشكل دوت اهي اللحمه بتاعتي، اي كميه زي ما قلت لك. هبتدي كده اهو وابتدي كده افكك اللحمه كلها عن بعضها، طبعا عشان كانت في التلاجة. تتفتح كلها من بعضها، وحط لها ملح وفلفل 10 دقايق وطي عليها. وهي العصاجة اهي بعد ما تغير لونها كده اهو، قربت تستوى. اضيف عليها الملح والفلفل، والفريك بتاعنا زي ما انت شايفه مفلفل وجميل ازاي. هبتدي احشي بيه بس عشان الدخانه مش باين. وهي بعد ما غسلتها وشطفتها من الميه اللي هي بتاعت محلول النقع كويس قوي وصفيتها، ابتدي بقى احشيها بالفريك. طبعا كلنا بنعرف ازاي نحشيها، انا بتكلم على المبتدئين، العرايس الصغيره. طبعا الراجل فتحها فتحه جامده مش مشكله، هخيطها.
زي ما انت شايفه. بصي طريقه الفريك ده جميله ازاي، تعتمديها على طول. حطيت فيها الفريك، هبتدي اخيطها يعني غرزه كبيره، غرزه كبيره، مش ابتدي اخيطها كده اهو. وهو بعد ما خيطتهم بالطريقه دي تكون الميه عندي بتغلي، وابتدي احطهم، وبعد ما تطلع هنشوفهم مع بعض. اهي الميه غاليه، ابتدي احطها بالشكل ده. لازم تكون الحله كبيره عشان تاخدها كلها. واهو العصاج عملته بالطريقه دي. ابتدي بقى احضر الصينيه بتاعتي، وهي الشوربه بتاعتي عملتها طبعا، حطيت فيها ملح فلفل اسود. طبعا عندي المكون اللي هو هيخليه مورق خالص، معلقه البيكنج باودر. بجد ده جربيها، جميله جدا. هبتدي بقى، والصينيه بتاعتي انا محضراها. وابتدي بقى بالشكل دوت، محاولش اعجنه ابدا عشان ما يبقاش معجن. اعمله من الورقه دي كده اهو، وارجع كله هعمله بالشكل دوت. اهم حاجه ان انا اسوي الصينيه، مش شرط مطوله، اي صينيه عندك تنفع طبعا. وكل رق ورق احط سمنه، ويعني يستحسن تكون سمنه بلدي، بيبقى جميل فيها قوي. هخلص نص الكميه وارجع لكم تاني. اهو كده بعد ما عملت نص الكميه ابتدي احط اللحمه المفرومه. طبعا مستويه كويس زي ما انت شايفه. افرد الصينيه كلها، وبعدين احط الجزء التاني. وهي بعد ما وزعت الصينيه كلها باللحمه ابتدي اكمل الجزء التاني بنفس الطريقه. طبعا دفيت الشوربه، عشان ما ينفعش تبقى بارده، لازم تبقى سخنه. وهي زي الاولانيه كده اهو. احاول اسقسقها كده كلها بالشوربه، ما اخليهاش كتير عشان ما يعجنش زي ما انت شايفه. واسوي الصينيه كلها بالشكل دوت، ونرجع مع بعض نشوفها تبقى ايه. وهو بعد ما طلع الاكل من الفرن زي ما انت شايفه، وعملت طبق ملوخيه اهو، والبط طلع مستوي وجميل. المفروض ان انا كنت قطعته معاكم، بس ما فيش وقت اصلا، كنت عندي عزومه. وعملت الرقاق اهو، طلع جميل جدا ومخدش مني وقت خالص. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.